ازيكم يا شباب، معكم لوريم او خالد. انا خلصت امتحانات ثانويه عامه. اغلب المواد اديت فيها بشكل كويس، اغلب المواد اديت فيها بشكل متوسط، اغلب المواد انا مش عارف. اوكي، انا مش عارف. بس عندي تعليق على كام حاجه مخليني مش مبسوط خالص بالتجربه العقيمه دي. اول حاجه، هو ليه كله بيقول ان الامتحانات سهله؟ انا بدات اشك ان انا امتحنت حاجه غير اللي امتحنوها. تاني حاجه، هو ليه النصايح مش شغاله؟ النصايح اللي لمتها طول السنة من ناس بتفتي وبتهري مش شغالة. هقول لك على 9 نصايح لو عملت بيهم تقدر تخش كلية هندسة زي ما دخلت. بس أنا أدبي. هقول لك في الفيديو ده ازاي تعجن المنهج وتخلي مجموعك في التسعينات. يعني هو يا رب انجح الأول وبعدين نشوف الفيديو ده اشتغل ولا لأ، بس للأسف أنا واثق إن هو مش شغال. يعني تالت حاجة، يا رب ما كنتش شلت احصاء. انا بحب الفلسفه والمنطق، وده كان احد الاسباب اللي خلتني اخش ادبي في المقام الاول. فعلى حظي وعلى قد ما انا شخص مرزق، شالوا الفلسفه والمنطق وضافوا لنا احصاء في المجموعه. انتوا بتهرجوا بجد، انتوا اكيد بتهرجوا. انتوا عارفين اصلا ليه؟ يعني ليه في الاغلب طلاب ادبي بيكونوا طلاب ادبي، صح؟ ايوه، عشان في الاغلب بيكونوا بيهربوا من الارقام والحاجات المجعلصه دي. انا شخص نحس جدا. رابع حاجه، الموضوع مش بالنظام اللي انتوا فاكرينه. يعني مثلا الورق بيتأخر احيانا 10 دقايق، احيانا ربع ساعة، احيانا تلت ساعة، وعارف ناس الورق اتأخر عندهم اكتر من كده. وفي نفس الوقت احنا على ميعادنا، يعني بمجرد ما الوقت الرسمي يخلص هات الورقة. طيب يعني انت اخرت الامتحان والوقت اللي هات الورقة. وبالنسبة للمراقبين، يعني ما عنديش حاجة اقولها عنهم غير انهم ولاد 60. كانت في واحدة بتراقب علينا في لجنة ما، عمالة تهددنا انه لو حد غش هتعمل وهتسوي والجو ده. يعني بغض النظر عن طريقة التهديد اللي المفروض نكون سبناها من اعدادي، كل شوية المراقبة دي كانت بتأكد وبتقول لنا انا مجنونة، انا عندي ربع طاير على فكرة، انا ممكن دلوقتي اخد الورقة بتاعتك واكلها ومستقبلك يضيع. فقعدت تعيد وتزيد وتعيد وتزيد لغاية لما انا جبت اخري، انا مش عارف احل. فقلت لها ربنا يشفيكي، يعني مجنونه ربنا يشفيكي. طبعا لما قلت كده اللجنه ضحكت كلها، بس الله اعلم بقى، ممكن تكون خدت ورقتي عملت بيها ايه، ممكن تكون كلتها بجد. اوفر اول اقدر اقول وانا مستريح، الثانوي العام مش الطف مكان. بعمل الفيديو ده قبل ما النتيجه تطلع، سواء النتيجه طلعت حلوه او وحشه. انا عندي كام كلمه ليك هيفيدوك ان شاء الله. عايز تعيش حياتك وتخف شويه من الجانب الاكاديمي، ثانوي عام مش ليك، لان انا هقولها لك بكل صراحه، سواء تقبلتها او قلت ان انا بهبد او انا هقولك بكل صراحه، مش هتقدر تأدي في تالتة ثانوي بشكل كويس لو ما أديتش في اولى وتانية بشكل كويس. مره كمان هتقول لي اولى وتانية انا بس عايز انجح فيهم، واكيد هركز في تالتة. شطف. الموضوع دلوقتي مش في منهج ولا انك عايز تجيب مجموعة في اولى وتانية، الموضوع اكبر من كده بكتير، فما تستخفش بيه. انت لو عملت كده في اولى وفي تانية هتخسر حاجات كتير، هتخسر التزامك بالمذاكرة، هتخسر ضميرك الدراسي، هتنسى انك طالب اصلا، وهتخلي اخر حاجة ممكن تفكر فيها هي مذاكرة. انت مش هتبذل مجهود على الفاضي في اولى وتانية، بل بوصف ادق انت بتسخن لتالتة. انا عارف ان انا مش مؤهل ادي حد نصايح، بس بحاول احذر، ممكن حد يتجنب انه يقع في نفس غلطتي. وفي النهايه احب اقول يا رب الست دي ما تكونش اكلت الورقه بتاعتي. وده كان فيديو خفيف، وانا رسميا خلصت تالتة ثانوي، او على الاقل ده اللي فاكره. يعني لسه نتيجه ما طلعتش. كان معاكم لوريم او خالد، ويلا سلام.